تأهل المغرب ضد فرنسا لأقل من 20 سنة إلى نهائي كأس العالم. لم أتوقع تأهل المغرب، لكنه أصبح المرشح للفوز باللقب. المنتخب المغربي في الدور النهائي لم يكن يتوقع وصولهم إلى الدور النهائي، لكن سنستعد لهم بأفضل طريقة. المنتخب المغربي يطيح بالمنتخب فرنسا مرة أخرى في دورة كبرى، يخرج خالي الوفاض بعد خسارة أمام المغرب. شفنا المنتخب المغربي يأتيك الخطر من أي مكان، ممكن على الرواق الأيمن جاء الحل في الهدف الأول بقذفة من بعيد. المنتخب المغربي حلول لا تنتهي، من كل مكان يأتيك الخطر. المغرب في هذه الآونة آخر ممثل للعرب في كأس العالم، وآخر ممثل للقارة الإفريقية في كأس العالم. كل المغاربة أو منتخب من شمال إفريقيا يفعل هذا الإنجاز لإفريقيا. بقى كان المغرب اللي فعل ذلك واللي حمل لواء الكرة العربية. هذه النقطة الأولى. نكون سعيد وفرحان برشا باش نتبادل معهم الأفكار والآراء ونجم نستفيد منهم زاد. في حلم برشا ناس مسؤولين عن الرياضة نفيقوا في صعب. اليوم عايشين في حلم ولا عايشين في كابوس. فرحة عارمة، فرحة كبيرة. في نفس الإطار أنا أعطيت ليكزومبل حاضرة بأعداد غفيرة جدا. يعني نقول لك على امتداد شهر كامل في المونديال هما من أكثر الجماهير اللي كانوا متواجدة صراحة. المنتخب المغربي كان يلعب بالكونتر اتاك. المنتخب المغربي صح كان حاكم يعني في الاستحواذ، كان يشكل خطورة كبيرة في 18 متر للمنتخب الفرنسي. شفنا هنايا المنتخب المغربي احتل زمام المباراة طيلة اللقاء، لكن فعالية كما تكلمت والخبرة للاعبي المنتخب المغربي قاموا بدور جد كبير في وسط الميدان. دائما ما كان في الوقت المناسب كان يعمر يعني في وسط الميدان. نشوفوا المنتخب المغربي من بين احسن لاعبين الظهير الايسر دار مقابلة يعني جد كبيرة في هذه الكولوار دروا، يعني داروا عدة يعني فرص من الجهة اليمنى للمنتخب المغربي. على العموم كانت مباراة اكثرها استراتيجيا. يعني فشل للمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي شوف المستوى تاعو حقيقة تراجع كثير محمد. هذا المنتخب الفرنسي لم يقنع. نقول هذا اللي خلاه المنتخب هذا يتراجع للمرتبه الثانيه. حتى التغييرات غير مقنعه. يعني تقريبا كان بدا ب 4-3-3، شفنا منتخب كان محطوط فوق الميدان. ولو في بعض الاحيان نشوفوا يعني ما كان حتى مهاجم من المنتخب الفرنسي قلنا باللي خصم راس حربه. ليس المنتخب الفرنسي الذي عهدناه، ولكن فرديا كان جيد. ولكن اليوم ما كان يحتاجه المنتخب الفرنسي هو ذلك الإبداع الهجومي من الجانب الفردي. شاهدنا منتخب فرنسي من الناحية الفردية الهجومية أنه المنتخب الفرنسي يوجد خلل في النجاح الهجومية. منتخب فرنسي يصنع الفرص ولكن لا يترجمها إلى أهداف. نرى منتخب فرنسي مغاير لما رأيناه في المقابلتين الفارقتين. المنتخب الفرنسي الفرص ضائعة. المنتخب